السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اعذروني بقى الصوت مش عايز يروح منه البرد نهائي. اهلا وسهلا بكم في قناة سحر عمارة. حكايتنا النهاردة عن بنوتة هي وقتها يعني اما بتحكي القصة كان عندها 22 سنة، فهي دلوقتي اكبر من كده. هي بتقول انا بابا متوفي وعندي اخ واحد بس وعايشة انا وماما. ويعتبر في البلد اللي احنا عايشينها مفيش غير خالته وخاله وعمامي كلهم عايشين في الارياف يعني. المهم احنا علاقتنا بعمامنا بمجرد يكوننا في العيد، في مناسبة، في حاجة حصلت عندنا، غير كده ما بنكلمهمش يعني ولا بيشوفونا. احنا بقى كشباب الولاد كلنا عاملين جروب العيلة فبنتكلموا مع بعض على الجروب. المهم خالته جوزها توفى الله، فعايشة تعتبر يعني مش عايشة، هي قاعدة ليل ونهار معانا وبتروح بيتها عن نومها هي وولادها. ممكن تبات يومين تلاتة مفيش مشاكل. ماما بتقول بدل ما هي لوحدها واحنا لوحدنا، ادي اختي وماليش غيرها. هي ليها اخ تاني بس اخوها متجوز طبعا، بيشوفهم كل اسبوع مرة، بيجي عندنا البيت هو وولاده ويقضوا اليوم معانا ويمشوا. المهم وماما وخالته مرتبطين ببعض قوي من ساعة ما تيتا توفت، وكمان لما جوزها توفى هي بقت مرتبطة بينا قوي زيادة عن اللزوم. المهم في يوم هم ولادها بيذاكروا معانا، احنا دلوقتي في الجامعة. ابنها خلص، ابنها اكبر مني بسنتين، خلص وبيشتغل. جت وهي قاعدة بتقول لها ما تيجي نخطب كذا لكذا. قالت لها والله يا بنتي انا هقول لها انا يفتيك الساعة، بس انا خايفة العلاقة دي تخسرني بعض انا وانتي ونخسر بعض كاخوات. قالت لها لا، اخواتنا بره الموضوع ده، وثم دي هتبقى بنتي وزيها زي ولادي التانيين. الست دي اللي هي خالتها عندها ولد وعندها 4 بنات. البنات كلهم يعتبروا من سن واحد، يعني اكبر سنة اصغر سنة كده. طبعا هم اصحاب مع بعض، فالبنت جايه من الجامعه ايه خالته عامله ايه وبتعتبرها زي مامتها يعني عادي، وبتهزر معاها وتناديها باسمها مفيش مشاكل. ما تيجي يا كذا نخطبك لكذا. قالت لها البنت طبعا مش عادي يعني، مش فارقه معاها هو ولا غيرها، عشان هي مفيش حد في حياتها. قلت لها يا خالته انت بتهزري، ما ده اخويا، احنا هنفكروا في الموضوع ده. قالت لها بلا اخوكي، تعالي يا بنت اجوزك الولد. المهم اخوها الكبير قعد واتكلم معاها، قال لها عايزه، قالت له بص انا مش فارق معايا، انا عادي اي واحد هتخطب له يا عالم يمكن احبه، بس لو ما حصلش نصيب وما حبيتهوش عشان يبقى على نور من الاول، يبقى كل واحد فينا هيروح لحاله عشان ما ايه تقولوش انا اللي اخترت من الاول، بس انا مش حاسه من ناحيته بحب يعني. المهم اتخطبوا وعملوا الخطوبة وكده، وعلى القد وعلى الضيق يعني عندهم في البيت. وكانوا مبسوطين جدا ومفيش اي حاجة. البنت شهر التاني سنة، مش حاسة من ناحيته ان هو زي يعني خاطبها، مش حاسة بحب، مش حاسة بمشاعر. هو كمان بيتعامل معاها على اساس ان هي بنت خالته موجودة في البيت، ولا زي اي واحدة بقى ياخدها خاطبها يفسحها ولا اي حاجة من دي. بيجي ياكل اللقمة ويقعد معاهم ويهزروا ويمشوا زي ما كان بيعمل الاول، مفيش اي فرق، مش محسسها ان هو هيبقى جوزها او ان هو حبيبها يقول لها كلمتين حلوين ولا اي حاجة من دي خالص. يعني ايه منايل بستين نيلة في موضوع الحب ده. المهم البنت اشتكت لاخوها، بيقول لها مالك قاعده زعلانه كده ليه، في ايه مالك متضايقه كده ليه؟ قالت له بصراحه انا مش حاسه ان هو هيبقى زوجي، هنبقى مرتاحين مع بعض، انا مش حاسه من ناحيته باي حاجه، انا حاسه ان هو زيه زيك. المهم قال لها لا خلاص، تفكري تاخدي فرصه تفكري ولا اطلع اقول لهم؟ قالت له لا اديني فرصه يومين، ولما تيجي خالته المره الجايه وحصل لي صلاه استخاره لو ما نفعش هقول لك خلاص بقى روح قول لهم، بس انا خايفه لما ماما تزعل. قال لها لا، ماما تزعل دلوقتي احسن ما تزعل وانت راجعه لنا بعيلين ثلاثه وعلى ايه، وبدل ما نخسر خالتك. المهم بيتكلم اكنها مامته التانية، مش عايزين، مفيش في نيتهم حاجه. المهم البنت بعد يومين راحت قالت لاخوها انا مش حاسه باي حاجه وخلاص بقى نفركش الموضوع واحنا اخوات ويبقى ابن خالتي بس زيه زيك. قال لها ماشي. راحوا نادوا على مامتهم وكلموها، قالت لهم انتوا كده هتعملوا مشاكل بيني وبين اختي وهتخسروني اختي. قال لها يا ماما ما فيش حاجه اسمها اخسر لك اختك، ده موضوع وده موضوع، وانت لما جيتي كلمتيها في الاول قالت لك ده، قلت لها ده حاجه وده حاجه، قالت لك تمام تمام. مش احسن يا ماما ما يتجوزوا ويرجعوا الاتنين بعيل، ولا نرجع نفضل في مشاكل؟ خلينا كده حبايب من بره ومن بعيد وخلاص.
رجعت اختها راحوا فاتحين الموضوع، هو انا ابني فيه ايه، ابني مش عاجبك ليه، انت شايفه حد بره؟ قالت لها خالته ايه اللي الكلام اللي انت بتقوليه ده، انا حاسه ان هو زيه زي اخويا كذا، مش حاسه بمشاعر، مفيش اي حاجه، انا هجوزه ست ستك، ده ابني ست البنات تتمناه، ده ابني فيه، ده ابني بيجهز في شقته، انت هتفضلي كده قاعده زي بيت الوقف؟ قالت لها بيت وقف ليه يا عمته، هو انا يا خالته، هو انا في عيب يعني عشان ما حدش يجي لي تاني، ولا ابنك كان اخر الرجاله؟ انت كمان بتردي عليا، شايفه قله ادب بنتك. والمهم راحت واخده بعضها وماشيه، وقالت لها انت هتفضلي قاعده جنب امك كده زي البيت الوقف. فاختها اتضايقت برضو بس مش قادره تقول لها حاجه، فالبنت بتقول لها شايفه يا ماما هي بتقول ايه؟ قالت لها معلش هي متضايقه عشان خاطر ابنها، ودي خالتك في الاول وفي الاخر هتعتبرك زي بناتها، يعني انتوا اخوات، مفيش حاجه، وهي هتقعد لها يومين وترجع ايه، تيجي تاني ومفيش اي حاجه. المهم الست دي اتضايقت وفضلت برضو حاطه البنت في دماغها، والبنت كان في واحد معاهم ساكن في العمارة يعني ابن جارتهم، برضو متربيين مع بعض وعارفين مامته وباباه، وبيروحوا معاها في نفس الكلية وبيروحوا بيجوا مع بعض. المهم الولد لما هي اتخطبت كان متضايق وحس ان هو في مشاعر بينه وما بينها. طبعا هي من ناحيتها ما فيش حاجة، وما راحتش قالت له ان في مشاعر ولا حاجة، بس حاسة من ناحيته بارتياح كده واستلطاف. المهم راح الولد ده وهم في الكلية راجعين راح مكلمها، قال لها انا عايز ارتبط بيكي بس استني اخلص السنة بتاعت الكلية دي. الاتنين هما كمان كانوا بيشتغلوا مع بعض في نفس المكان وهم في الكلية. قالت له تمام، اكلم اخوكي. قالت له استنى بقى لما تخلص السنة وبعد كده نبقى نكلم اخوك. كان فاضل على السنة دي 3 شهور او 4 شهور ويخلصوا امتحانات. المهم خلصوا امتحانات ونجحوا وكلموا اخوها. اخوها قال له عادي يعني مفيش مشاكل، مين عرف بقى كده والجن. خالتها فمامتها بتتصل بيها بتقول لها تعالي ده فلان هيجي يخطب بنتي النهارده. قالت لها اه هيخطب بنتك النهارده. طيب انا جايه لو تمت. قالت لها لو تمت، لو تمت ليه، ان شاء الله هتتم على خير. قالت لها لا مش قصدي، ربنا يكتب لها كل خير. المهم الست دي جت وحضرت الخطوبة وكانت متغاظة منها جدا ومتضايقة منها جدا. قالت لها على فكرة ابني أحلى منه بكتير. قالت لها يا خالته مش بالحلاوة، وده شخصية وده شخصية خالص، خلاص بقى يا خالته انسي الموضوع ده وما تتكلميش فيه تاني لو سمحتي. المهم خالته تاني يوم راحت رايحة الشيخ، راحت عاملة لها عمل. البنت بقت مش طايقة خطيبها، البنت مش طايقة البيت نفسه، مش طايقة الشغل. البنت تنام تصحى تلاقي جسمها كله مزرق، جسمها فيه حاجة غلط، وشها تبص في المراية تقولك مش أنا اللي في المراية، في حاجة غلط فيا. تكلم مامتها تقول لها يا بنتي يمكن نمتي زعلانة، في حاجة بينك وبين خطيبك. قالت لها يا ماما ما فيش أي حاجة من الموضوع ده. مين بقى راح عند خالتها يعني راحت عنده، راحت عند خالها وقاعدة بتتكلم مع أخوها. قالت له إيه، قدام مرات اخوها يعني، هي جايه بتجيب لهم شاي وسمعتها وهي بتكلم اخوها بتقول له والله لا خليها قاعده زي بيت الوقف جنب امها، ما هخليها تفرح، دي سابت ابني وهنته قدام الناس، ازاي تسيب ابني. قال لها فهو بيكلمها كل شيء نصيب يعني وما فيش اي حاجه من دي، ودي زي بنتك. قالت له لا مش زي بنتي، دي رمت ابني، ده انا هجوزه وهخليه افرح بيه قبل منها. البنت طبعا حالها اتبدل وفي حاجة غلط. البنت هي وخطيبها بيتعاركوا على الهوا من غير اي سبب، تلاقيهم بيتعاركوا مع بعض. فمامتها استغربت في ايه، مش عارفين في ايه. المهم راحت مرات خالها بعد ما خالتها مشيت راحت متصله بمامتها قالت لها انا هامنك بحاجه، بس بالله عليكي ما تجيبي سيرتي في حاجه، والموضوع ده انا هقوله لك حطيه في دماغك بس انسيه، انسي ان انا قلت لك فيه. قالت لها خير يا كذا في ايه. قالت لها بصي بنتك زي بنتي ودول ولادي وانا بحبهم، بس اي حاجه اختك تجيبها او اي حاجه تشربوها تاكلوها ما تشربوهاش ولا تاكلوها. قالت لها ازاي يعني، دي اختي ليه في ايه خير يعني في ايه. قالت لها لا ما فيش اختك، فخلي بالك اختك قالت كذا كذا وقالت ان هي هتوقف حال البنت، الله اعلم هي هتعمل ايه الله اعلم، بس عشان ما اشيلش ذنب بنتك وانا بحب بنتك جدا وانت بتقولي كل شويه مشاكل فخلي بالك. المهم الست ما ادتش في اخوانها وقالت لا دي اختي الدم ما يبقاش ميه يعني، عمرها ما هتاذي ولادي واحنا عايشين مع بعض بقالنا فتره يعني تعتبر ان هي عايشه في بيتي. ما ادوش اخوانا للموضوع ديت. والبنت برضو كل يوم والتاني متعاركه. البنت سابت الشغل، بتتعامل مع اي راجل بطريقه وحشه جدا، مش طايقه صنف الرجاله اصلا. آه، البنت سلوكها اتغير، فمامتها برضو متضايقة مش عارفة تعمل ايه، تحط كلام مرات اخوها في دماغها ولا ايه ولا تعمل ايه. المهم الست دي ابتدت بقى تشغل بخور في البيت، ابتدت تشغل قرآن، ابتدت تشغل
الرقية الشرعية ابتدت تخلي البنت تفضل هي البنت بتصلي، يعني تصلي زيادة، تقرا قرآن. جابت بقى من على النت شيوخ بيقولوا اعملي كذا واعملي كذا. المهم البنت ارتاحت شوية وفكت شوية وبقت معاملتها مع خطيبها أحسن. ففي يوم خالتها جاية عندهم وجايبه لها حلة محشي، والبنت طبعا هي عارفة ان البنت بتحب المحشي والفراخ، جايبه لها. والبنت ايه اللي تاكلي؟ قالت لها معلش انا نازله مع خطيبي وهنتغدى بره ومش هقدر اكل. لا لازم تاكلي، ده انا عاملهولك مخصوص. فامها استغربت وراحت في كلامها جه بسرعه كلام مرات اخوها في دماغها. قالت لها خلاص سيبيه لما ترجع تبقى تاكل. قالت لها والله ابدا، ده جايباه سخن لازم تاكل دلوقتي، تاخد لها واحدتين. المهم البنت بقت مستغربه، دي خالته مش هتاذيني، ومش في دماغها حاجه لان مامتها ما قالت لهاش. المهم راحت واخده واحدتين في طبق واكلت 3 وحدات كده. عشان قالت لها الحمد لله، روحي بقى انزلي استني، ده انا جايبه لك بيبسي كمان. راحت فاتحه الازازه ومشرباها. فالست اختها بقت حاطه الموضوع وقاعد في ذهنها. التانية تقول لها مالك؟ تقول لها ما فيش حاجه. طب يلا نحط لنا نتغدى. قالت لها لا انا هتغدى مع عيالي في البيت، اتغدوا انتوا بالحله دي. المهم الست برضو دماغها بقت تودي وتجيب، طب يا ترى هناكلوها؟ طب يا ترى هي اللي بتعمل؟ انا مش عارفه في ايه. البنت نزلت مع خطيبها ورجعت. يا ماما وشها متغير، في ايه يا بنتي مالك عامله كده ليه؟ قالت لها والله يا ماما ما اعرف، ده احنا بمجرد ما دخلنا الكافيه اتعاركنا مع بعض، وهو روح وانا روحت، وصلني لغايه هنا وطلع على بيتهم. هو ساكن في الدور اللي فوقيه، عفوا، ساكن في الدور اللي فوقيهم. وهو طلع على بيتهم وانا دخلت على هنا، مش عارفه من غير سبب يا ماما، عمالين نتخانق وعمالين نتعارك، مش عارفه في ايه. قالت لها ماشي يا بنتي. المهم الست برضو بقت قاعدة متضايقة. التانية جوزت ابنها وجهزت شقته. وهم في الفرح كل شوية تقول لها مش كانت زمان بنتك هي العروسة؟ مش كانت زمان بنتك هي اللي هتتجوز؟ مش كانت زمان بنتك هي اللي بتعمل كذا؟ قالت لها لا خلاص كل شيء نصيب وربنا يسعدهولك، وما فيش قبل اي حاجة وربنا يهنهولك يا رب وخلاص، وهم اخوات. ودي خلاص اتجوز. البرد مبهدلني. معلش اعذروني. المهم هو اتجوز وفي الفرح قعدت البنت ترقص معاهم عادي هي واخواتها ومفيش اي حاجه. راحوا السبوع قالت لها برضو عادت القصه تاني، مش كانت زمانها هي العروسه؟ كانت زمانها في بيتها، ادي البيت زي الفل وابني زي الفل وهي لسه حتى ما اتجوزت. قالت لها ما مخطوبه ربنا يكرمها واحده واحده، خلاص يا كذا ما تفتحيش بقى الموضوع ده تاني. المهم الست هي بقى عندها 4 بنات. المهم ابتدوا يتجوزوا ورا بعض ورا بعض، فاضل واحدة من ال3. حتى البنت التانية اتجوزت، بس طبعا كل يوم والتاني مشاكل مع جوزها برضو من غير سبب ولا اي حاجة. بتيجي لمامتها يا ماما والله ما انا عارفة السبب، ده لو عملنا كوباية شاي بنتخانق عليها احنا الاتنين. في يوم البنت كانت عند مامتها ولقت الست عمالة ترش بإزازة حاجات على الباب بره. كانت الست دي عندها اول بنت متحركه وحماتها مطلعه عينيها. سبحان الله، ربنا بيخلص من هنا ويعمل هنا ويوصل في الناحيه التانية. المهم الست دي حماتها مزهقاها وتعباها في عيشتها. التانية جوزها مخليها ما تشوفش عند امها ده اصلا، ولا تروح عند مامتها، ولا تشوف الدنيا اصلا، يعني مطهقها في عيشتها برضو. سبحان الله، طب يا رب في ايه؟ وتروح للشيخ يقول لها شوفي انت عملتي ايه في حياتك، بناتك ما فيش حاجه، هعمل لك ايه؟ انا ما بعملش حاجه. روحي فكي اللي انت عملتيه لبنت اختك واذيتيها، ربنا بيسلط ابدان على ابدان، روحي شوفي في حياتك في ايه. المهم الولد مراته حامل، وراحت قالت لاختها ده حامل وخلاص ربنا هيكرمها وهيجيب عيل، وفرحت بابنها. وهي بنتك يا دوبك بقى لسه بنتها ما فكرتش في الخلفه يعني وما خلفتش، اهو ابني هيخلف، ابني هيجيب العيل التالت وبنتك لسه ما ربنا ما كرمهاش. قالت لها يا ستي دي حاجه بتاع ربنا، ربنا يكرمها، هي بنتي يعني عندها 100 سنه وما فيش حاجه تمنع الحمل. المهم البنت ربنا كرمها وجابت بدل العيل 3. الست دي ابنها بقى وهو بيحضر العقيقه بتاعت ابنه، راحت هي وهو يشتروا الحاجه وهم راجعين في السكه يعني يا ساتر يا رب، خبطته عربيه في الارض في ساعتها، توفاه الله في ساعتها، ما اتحركش من مكانه ولا ادى منطقه. بقت قاعده تقول انت ما صغير ما لحقتش تفرح باولادك، انت لسه شاب والكلام ده كله. وقعدت بقى حياتها اتبدلت، وقعدت بينها وبين نفسها تقول يا ربي انا عملت ايه في دنيتي عشان يحصل لي كده؟ انا عملت ايه عشان تاخد مني العيل الوحيد؟
انا بناتي تعبانين في حياتهم مش عارفه في ايه. المهم قعدت تفكر وتتكلم كده قدام مرات اخوها، قالت لها خلي بالك انا حاسه ان انت عملتي حاجه لبنت اختك مخليه حياتها برضه مدمراها. ربنا ما بينساش وربنا ما بيسيبش. شوفي لو انت شفتيني عملت حاجه. قالت لها انا بقول لك اللي انا سمعتكم وشفتك وحسيت من كلامك ان انت بتعملي كده. لو انت عامله حاجه لبنت اختك روحي فكيها وروحي صرحيها عشان تسامحك وربنا يبارك لك في ولادك الباقيين ويكرمك. وخلاص على كده الست برضو قعدت تدور كلام مرات اخوها في دماغها، وقعدت تقول صح انا من ساعه ما اذيتها كل الاذيه اللي انا كنت عايزه اعملها فيها جايه في ولادي كلهم. حتى البنات. وادي واحده منهم قاعده من غير جواز اصلا، حتى اللي اتجوزوا مش ناجحين في حياتهم وكل يوم والتاني مشاكل مع جوازهم او مع اهل جوزهم، اهل جوزها. المهم راحت بقى اختها، راحت لاختها وجابت البنت كانت موجوده عندها، قالت لها انا عايزه اقول لكم على حاجه بس تسامحوني، وربنا بيغفر اغفروا لي وكده والكلام من ده. المهم راحت قالت لها انا عملت سحر لبنتك عشان ما تتجوزش ويحصل في حياتها كل اللي بيحصل ده وانا كنت السبب. الست قاعده مذهوله والبنت واقفه متنحه لها كده. ايه يا خالته اللي انت بتقوليه ده؟ طب انت تاذيني ليه؟ ده انا وابنك كل شيء نصيب وادينا اخوات وقلنا عيله. واختها تقول لها ازاي تفكري تعملي كده ببنتي؟ ده عمر الدم ما يبقى ميه. ده انت اختي، انا عمري ما تخيلت ان انت تعملي حاجه كده. انا طول عمري معتبره ولادك ولادي وانت المفروض ولادي يبقوا ولادك، دول امانه. ازاي تعملي كده وانا شايلاكي من ساعه ما جوزك ما توفى انت وولادك؟ تاذي بنتي كده ده اخرتها. الله يرحمك يا بابا، انت وماما عمرهم ما ربونا على حاجه زي دي، وازاي انت فكرتي تعملي كده؟ البنت راحت مصوته في وشها وقالت لها انا عمري ما هسامحك، وبيني وبينك ربنا، وعمري ما هغفر اللي انت عملتيه عشان انت دمرتي لي حياتي، وزي ما اذيتيني روحي فك اللي انت عملتيه. المهم راحت للشيخ وقالت له فك لي اللي انا عملته لبنت اختي. قال لها ده خلاص، ده انت رميتيه في البحر، هفكه ازاي؟ ما ينفعش يتفك، تقدري تغطسي في البحر وتجيبي اللي انت عملتيه، انا ما اقدرش اعمل لك حاجه. قالت له ده حياه ولادي متدمره وابن الوحيد ربنا افتكره. قال لها عشان انت ست مؤذيه وانت اللي حبيتي تاذي. قالت له ما انت اللي عملت لي. قال لها انت اللي جيتي وطلبتي، انا ما طلبتش اذي حد، انت اللي اذيتي وربنا لوحده هو اللي اذاكي اهو من غير ما الست تعمل حاجه، والحمد لله على كده، وروحي صرحيها. قالت له ما انا صرحتها وقالت لي مش هسامحك. قال لها اغفري بقى ربنا يغفر لك، وتقعدي تصلي وتصومي وتدعي ربنا ان هو يغفر لك عشان يسامحك على الموضوع ده. وكل ما تشوف البنت تعتذر منها وتعتذر من اختها، قالت لها اختها خلاص بيني وبينك قطيعه ليوم الدين، وما تخشيش بيتي تاني ولا ليكي علاقه بيا ولا باخواتي. حتى جوز البنت لما عرف قال لها خلاص خالتك دي ما تدخلش بيتنا اصلا ولا ليها علاقه بينا ولا ليكي علاقه ببناتها. قالت له لا، بناتها دول اخواتي انا متربيه معاهم، انا ولا هروح ولا اجي عندهم، بس هنكلم بعض عادي على الاقل ولو في التليفون اطمن عليهم. قال لها انا قلت لك وانت حره، طالما هي مؤذيه كده هتفضل طول عمرها مؤذيه، وادي ربنا قعدوا لها في بناتها وفي ابنها. اللهم لا شماتة على كده، وانت حره، انا قلت لك الكلمتين اللي عندي. اللي بيأذي بيفضل طول عمره مؤذي. دي ست ما اعتبرتش العيش والملح اللي اكلته مع امك او الدم اللي بينهم هما الاتنين ان انت واخوكي ولادها. ازاي تفكر ان هي تاذيكي؟ ايه يعني كنت مخطوبه لابنها وما حصلش نصيب؟ ربنا هو يعني استغفر الله العظيم يا رب. ربنا اول حاجه اخد لها ابنها اللي كانت بتقول هو هيبقى الدنيا والسما وهيعمل اللي هيعمله، وانت ولا حاجه، اديك انت اللي عايشه وفاتحه بيتك وهو عند ربنا. اللهم لا شماتة يا رب. انت كده انت اللي اذيتي نفسك واذيتي ولادك. اقعدي استغفري ربنا واقعدي اعملي يعني كل ما بامكانك، اقري وصلي واقري قران وادعي ربنا ليل ونهار، وروحي اعملي عمره اغسلي بيها ذنوبك وارجعي واحده تانية لو في امكانك ان انت تعمليها. وادعي لبناتك ان يصلح حالهم عشان انت فعلا اللي اذيتيها، اذيتي بناتك دول من غير ذنب من غير ما تحسي، لان ربنا يمهل ولا يهمل. انت اذيتي البنت والبنت ما عملتلكيش اي حاجه، دي البنت كانت بتعتبرك امها التانية. ليه تفكري في اذيه الناس؟ ربنا ما بيسيبش. فعلا انا متضايقه وانا اسفه ان انا كلمتك بحده، فمعلش انت اللي اجبرتيني على كده عشان الموضوع ده فعلا مضايقني. ما تنسوش لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه. انتوا بتتفرجوا من غير اشتراك، لا اشتركوا في القناه عشان يجيلكوا كل اللي انا بنزله. سلام عليكم.